القصة يا سادة مش قصة كهرباء، مش قصة لاعب، مش قصة عقوبة على لاعب. القصة هي حماية النادي الأهلي، هي حماية نفسك كنادي أهلي. النادي الأهلي بيستلم عقوبة كهرباء من اتحاد الكورة، وكذلك نادي الزمالك بيستلم عقوبة مرتضى منصور الرئيس المعزول. من الآخر وقبل أي كلام، دي لعبة توازنات، وعقوبة كهرباء مش موجودة في اللائحة أساسا. كهرباء خارج مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، لا، كهرباء هيكون موجود عادي في مباراة السوبر قدام الزمالك، لأن النادي الأهلي هيعمل استئناف على العقوبة وهيتم ايقافها لحد الفصل فيها. عقوبة كهرباء مش هتأثر على مشاركته مع النادي الاهلي في افريقيا او مع المنتخب. مشهد كله هرج ومرج وقمة في الكوارث كالعادة. لأول مرة في التاريخ بشوف لاعب بيعاقب على حاجة حصلت من 3 شهور. لاعب بيعاقب على تأويل لفظ القانون نفسه مش بيعاقب عليه. مفيش عقوبة يا سادة على تأويل دون لفظ واضح يخالف اللوائح والقوانين. لاعب بيعاقب عقوبتين، عقوبة الإيقاف وعقوبة مالية، وفي اللائحة ما ينفعش عقوبة تجمع ما بين الإيقاف وما بين المادية. لاعب بيعاقب بعدد مباريات مش موجودة في أي لائحة، وكمان بيعاقب عقوبة مادية 10 أضعاف أي رقم موجود في اي لائحه. لجان الاتحاد كلامهم عكس بعض، سواء التظلمات او الانضباط. رئيس الزمالك الاهلي مقدم فيه عشرات الشكاوي، بيتعاقب بعد عزله بساعات، وبيتم الاعلان عن العقوبه يوم العزل. ايه يا سبحان الله. القصه يا ساده مش قصه كهرباء، مش قصه لاعب، مش قصه عقوبه على لاعب. القصه هي حمايه النادي الاهلي، هي حمايه نفسك كنادي اهلي. لابد من تحرك قوي جدا وتصعيد على كافه الاوجه بالنسبه من مجلس اداره النادي الاهلي، لان زي ما بنقول القصه مش قصه ايقاف لاعب، مش قصه عقوبه على لاعب. القصه هي قصه حمايه حقوق النادي الاهلي، هي قصه حمايه لاعبتك. كهرباء لو ما تمش حمايته المره دي بقى بشكل قوي وصارم، من وجهة نظري النادي الاهلي هيكون بيتم التفريط في حقوقه كعادة حاجات كتير الفترة الاخيرة، ولكن المرة دي بقى الموضوع هيكون مختلف. المرة دي مش هستغرب بعد كده لما النادي الاهلي بيتاكل حقوقه، مش هستغرب بعد كده لما النادي الاهلي اللي بقى في بق اي حد يعمل اي عقوبات على لعيبته، على النادي، على جمهوره او ما الى ذلك. لابد من قرار او رد واضح وقوي على عقوبة كهرباء. عقوبة ما ينفعش تكون موجودة من الاساس، عقوبة ما ينفعش تتعمل من الاساس، عقوبة فيها شبهات كتيرة جدا جدا جدا. ازاي طلعت بعد 3 شهور؟ ازاي اصلا هي مخالفة لكل اللوائح بشتى الطرق؟ ازاي وازاي وازاي؟ وتساؤلات كتيرة جدا، في شبهات كتيرة جدا. لتم عقوبة على مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والعقوبة تسرب يوم عزل مرتضى منصور. صدفة بحتة الحقيقة. رأيكم ايه في اللي بيحصل؟ رأيكم ايه في عقوبة كهرباء؟ ده هستنى منكم في الكومنتات. حلقتنا خلصت، سلام.